ما كانش لاعب كنتو كتقولوا علاش ما لعبش كيجي، ومني رجع من بليسيور وما لعبش علاش ما جابوش. الكل يتحدث عن نهاية مسيرة حكيم زياش مع المنتخب المغربي بعد استبعاده للمرة الثانية على التوالي من معسكر الأسود. وهل استبعاد زياش عن المنتخب المغربي خلال الفترة الحالية له علاقة بما قاله عن الحكومة المغربية في منشور عبر حسابه على الانستغرام في شهر شتنبر الماضي؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء غياب حكيم زياش عن المنتخب المغربي؟ وماذا قال وليد الركراكي عن عدم استدعائه لحكيم زياش؟ في البداية يواجه المنتخب المغربي نظيره الغابوني يوم الجمعة 15 من نوفمبر الحالي على ملعب فرانسفيل في الغابون، حيث ستنطلق المباراة في الساعة 8 بالتوقيت المغربي. وسيواجه الأسود منتخب ليسوتو في آخر المباريات المجموعة الثانية في 18 من نفس الشهر، ويحتل المنتخب المغربي المركز الأول في مجموعته برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات، حيث سجل 14 هدفا وتلقت شباكه هدفا واحدا فقط، مما يجعله أقوى هجوم في التصفيات الإفريقية وأقل المنتخبات استقبالا للأهداف. ويشارك المنتخب المغربي في التصفيات بهدف الاستعداد والتحضير للبطولة القارية التي ستقام على أراضيه وبين جمهوره في العام المقبل. لكن رغم أن المنتخب المغربي يحقق نتائج كبيرة في التصفيات، إلا أن الكل يتساءل حول مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي، حيث للمرة الثانية على التوالي يتم استبعاد حكيم زياش من معسكر الأسود. فما هي أسباب إبعاده عن لائحة المنتخب المغربي؟ هذا الموضوع أحدث ضجة كبيرة بين الجماهير المغربية، حيث ربط البعض غياب حكيم زياش عن لائحة المنتخب المغربي بسبب منشوراته الأخيرة على حسابه على الانستغرام الذي يتابعه فيه الملايين، حيث قام بنشر منشور في خاصية ستوري عبر حسابه على الانستغرام هاجم فيه سياسة الحكومة المغربية بشأن القضية الفلسطينية. ذلك المنشور الذي انتشر بسرعة البرق رغم أن حكيم زياش قام لاحقا بحذفه من حسابه. وتباينت الآراء حول هذا المنشور بين مؤيد ورافض لكلام زياش، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن دعمهم اللامشروط لموقف زياش. في المقابل انتقد آخرون تدخله في السياسة، واعتبروا تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على مسيرته وعلى علاقته مع المنتخب المغربي ومسيرته الرياضية. واعتبر البعض أن كلام زياش لا يعكس الحقيقة، وهي أن المغرب من أكثر الدول التي تدعم القضية الفلسطينية. ورغم تلك الضجة الكبيرة لم يخرج حكيم زياش بأي توضيح أو تبرير لما قام به، واستمر حكيم زياش في التعبير والمساندة وتضامنه مع القضية الفلسطينية، وكان آخر تفاعله مع أحداث أمستردام. حكيم زياش يعتبر من أكثر اللاعبين المغاربة والعرب في الوقت الحالي الذي يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بكل جرأة ولا يخشى على مسيرته الرياضية، حتى أن الكثيرين يلقبونه بفخر العرب الحقيقي. ويقارن الكثيرين بين مواقف حكيم زياش ومواقف اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلقب بفخر العرب. Sacred and must be protected. The massacres need to stop. Humanity must prevail. وبعد القيل والقال أوضح المدرب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أسباب غياب نجم غالاتاسراي التركي عن قائمة الأسود الأخيرة. وقال في المؤتمر الصحفي أن قرار استبعاد زياش يعود إلى أسباب الجاهزية، حيث غاب زياش عن مباريات غالاتاسراي لمدة شهر تقريبا قبل أن يشارك في آخر مباراة لمدة 20 دقيقة. بحال اللي قلت سي سوربرونون لي بوليميك اللي يقدروا يتيحوا في لا ليست. ملي ما كانش لاعب كنتو كتقولوا علاش ما لعبش كيجي، ومني رجع من بليسيور وما لعبش علاش ما جابوش. دونك بوتيت كو سي فري نشرح هادشي باسكو من بعد ما بقيتوش كتفهموا واش كندير. يمكن بالحق لا سيتوياسيون ديال حكيم لعب 20 مينوت النهار اللي درت لا ليست مور لو دارني راسمبلمون دو سبتمبر، يمكن دونك على 2 mois sans compétition. دونك بحال اللي قلت حكيم خصو يرجع في الفورما ديالو، خصو يرتاح مع الفرقه ديالو يخدم هاد السيمانه باش يرجع في المستوى ديالو. وحكيم بحال اللي قلت له بارتي مومون وي ريفيان سون ميور نيفو هو ديالنا. دونك يا اوكين بوليميك اوكان بروبليم، اما بالنسبه لي اما بالنسبه لي بحال اللي قلت لو شانجمون اللي تقدر طرا. لا كيسيون اللي غتقولوا علاش قبل ما كانش كيلعب وكان كيجيبوه ودابا ملي يلعب غير 20 دقائق ليكيب اوسي تبدلت.
وفي الأخير يعتبر حكيم زياش من أفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ كرة القدم المغربية، وقدم الكثير للكرة المغربية خاصة في كأس العالم في قطر عام 2022، حيث بفضل مساهمته وتألقه وصل المنتخب المغربي للمرتبة الرابعة عالمياً. وبالتأكيد الأيام القادمة ستثبت إن كان غياب حكيم زياش بسبب الجاهزية أو لأسباب أخرى. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو.